في البرازيل في مدينة ساو باولو بينزل زي شهاب من السماء اللي بيعمل حفرة كبيرة في الأرض، والناس محدش فاهم حاجة لما بيظهر زي مركبة فضائية طايرة وشكلها غريب ومرعب جدا. وفي مكان تاني في أمريكا في مجرمين مقنعين بيهددوا بنت ويسرقوا العربية بتاعتها، لكن وهم بيهربوا في مجال طاقة بيحاوط السيارة ويقلبها ويظهر راديانت بلاك اللي بيكون كسر السيارة وهو بيحاول يرجعها لصاحبتها بدون قصد. وفي واحد مقنع بيقرب من السيارة، واضح إنه بيشتغل مع راديانت بلاك. لما المجرمة بتحاول تضربه لكن راديانت بيطير المسدس من ايدها، والمجرم بيلاقي طريقة يهرب ويطلع يجري من العربية. المقنع اللي مع البطل قال له معلش بس انا كنت دايما بحلم باللحظه دي، وراديانت بيقول له ملكك يا صاحبي، وهو بيطلع الثقب الاسود من جسمه علشان يروح للمقنع التاني ويتحول هو لراديانت بلاك. لما بيطلق زي طاقه زرقاء اللي بتجري ورا المجرم وبوم تفجره. بعدها بيجي اللي كان لابس الراديانت في الاول، هو ده نيسل، وهو دلوقتي لابس عادي ولابس قناع على وشه وبيعتذر لانه بقاله فتره بيواجه مشاكل في التحكم في القوه بتاعته. لكن مارشال رد ما تقلقش انت لسه مسترجع التواصل مع الراديانت قريب، احنا هنتصرف. وهم بيطيروا يرجعوا البيت مع بعض. لو ما شفتش الفيديو اللي فات وعايز تعرف ازاي الراديانت بقى مارشال ونيسن في نفس الوقت وازاي بيبدلوه مع بعض كده، روح شوف الفيديو اللي فات. ولو دي اول مره تشوف قصه الثقب الاسود اصلا يبقى شوف البلاي ليست كلها من الديسكربشن. ما تنساش تعمل لايك عشان اللايك بيساعد جدا. انا احمد ايه ويلا بينا. لما مارشال ونيسن بيرجعوا البيت بنشوف على التلفزيون اخبار ان ساتومي سون قررت تعترف على نفسها انها كانت المجرمه راديانت ريد اللي كانت مسؤوله عن سرقه عدد من البنوك، ودلوقتي هي محبوسه بتقضي فتره العقوبه بتاعتها. ونيسن بيكون بيشتغل كاتب وفي نفس الوقت ان درايفر علشان يجيب فلوس يعوض الديون اللي وقع نفسه فيها، وبيعمل كروت دعاوى لوالدته في نفس الوقت. وبعد كل ده بيروح السجن في الزيارات علشان يقابل ساتومي. ساتومي بتقول انها سمعت انه فاق من الغيبوبه وكانت متوقعه الزياره دي. نيسن بيقول انه بعد ما قام في حد عمل له حساب تبرعات، وكان في ناس كتير بتحط تبرعات علشان تساعده يتخلص من الديون اللي اتراكمت عليه قبل الحادثه. لكن وهو بيقلب فيهم لقى تبرع كبير من واحد اسمه اوين زوج ساتومي، هو جاي علشان يبلغها تقول له شكرا. ساتومي قالت انها هتبلغه لكن نيسن سكت كده، وساتومي عرفت انه عاوز يقول حاجه مهمه. عند مارشال اللي موجود في المحل اللي شغال فيه لما زميلته بتقول له يشوف الاخبار، في حاجه غريبه زي مركبه فضائيه نزلت من السماء في البرازيل وواقفه في الهواء بقى لها ساعات مش بتتحرك ولا بتعمل اي حاجه. مارشال خرج بعيد وكلم راديانت بانك علشان يطلب منها توديه البرازيل. ايفا سالته ليه، ومارشال وراها السفينه. مش بتفكرك بحاجه دي؟ لان دول شبه الروبوتات اللي شافوها هما الاثنين لما استخدمت قوتها بالغلط وانتقلوا لمجره تانية في الفضاء البعيد. المره اللي فاتت الحمد لله قدروا يهربوا بسرعه، وسواء السفينه دي تبع الروبوتات دي او لا هما لازم يروحوا يشوفوا في ايه. لما بينتقلوا بيتفاجئوا ان السفينه طايره في الهواء بس مش بتتحرك ومفيش اي صوت او اي حاجه. ونسم في نفس الوقت عند ساتومي بيقول لها انه مش فاكر كل اللي حصل لما كان في الغيبوبه، بس كل اللي حصل هو كان حاسس بيه، هو حاسس طول الوقت ان في حاجه اكبر جايه. ساتومي بتقول انها كمان حاسه نفس الاحساس، وفي نفس الوقت السفينه بتبدا تتحرك وشكلها بيتغير قدام مارشال وايفا، وفي ثواني السفينه بتبقى روبوت عملاق. ونيسن بيقول لساتومي الثقوب الملونه اللي معانا دي احنا ما نعرفش هم جم منين، بس انا عندي احساس ان اصحاب الثقوب دي مش هيسيبوها لينا. الروبوت العملاق بيهاجم راديانت بلاك وبانك. ايفا بتستخبى في البوابات اللي بتنتقل بيها، وبلاك بيحاول يطير يتجنب الضربات، وايفا بتفتح بوابه قدام بلاك علشان يدخل فيها ويوجه الطلقات اللي ضربها الروبوت علشان تلف وتضرب الروبوت نفسه تاني، بس الروبوت بيفضل واقف برضه. ايفا ومارشال واقفين بيفكروا هيعملوا ايه لما الروبوت بيرجع يهاجمهم تاني، وايفا بتقول ان عندها فكره، وهي بتتحرك حواليه وتفتح بوابات كتير علشان تجمعهم كلهم وتقدر تفتح بوابه بحجم الروبوت العملاق علشان تنقله فوق الميه وتخليه يغرق. وفي مكان تاني بنشوف راديانت يلو اللي حاطط صور وشواهد في كل مكان في العالم وبيدرس احتمالات اللي كان بيحصل، ومش بيلاقي نهايه في كل الاحوال غير بالحرب. وفي نفس الوقت ده التلفزيون بيعلن عن هجوم الروبوت العملاق اللي حصل في البرازيل. نيسم بيرجع البيت بسرعه علشان يشوف مارشال فين، وبيفضل مستني وهو قلقان لما مارشال مع ايفا بيوصلوا بعد ما هربوا من الروبوت بصعوبه. مارشال بيعرفهم على بعض، وفي نفس الوقت بنشوف الروبوت اللي قدر يخرج من الميه ووصل للبر. مارشال ونيسن وايفا بيروحوا كافيه ويتكلموا مع بعض، ووسط الكلام نيسن بيشوف التلفزيون وبيوريهم صور للروبوت اللي خرج في الشارع. مارشال بيتخانق معاه انت قلت انك رميتيه في البحر. ايفا انا رميته في الميه، انا ما اعرفش، الموضوع كان صعب. الثلاثه بيتحركوا علشان يوصلوا لواشنطن ويشوفوا ان تقريبا وهو ماشي دمر كل حاجه. نيسن بيعرض ان مارشال ياخد هو الراديانت الاول لان هو اللي عنده تحكم افضل، وايفا ومارشال بيفضلوا يتناقشوا في هم هيعملوا ايه وهم مش واخدين بالهم ان الروبوت شافهم وبيجري عليهم باقصى سرعته. ونيسن بيصرخ فيهم خدوا بالكم عشان ايفا بتهربهم في اخر لحظه. الروبوت واضح انه بيحاول يقتلهم وهم لازم يتصرفوا، لكن القتال هنا هيأذي ناس ومباني كتير. ايفا بتقول انها تتصرف وهي بتنقلهم كلهم بالروبوت اللي زي حقل. مارشال بينطلق عليه ويلكمه ويحاول يضربه بالطاقه بتاعته، لكن الروبوت مش بيتاثر ويوجه الضربه لمارشال اللي بيتجنبها. وايفا بتقول ان عندها فكره
الفكره، وهي بتنتقل علشان تظهر في السجن اللي موجوده فيه ساتومي. احنا محتاجينك، في روبوت كبير عايز يقتلنا كلنا. لكن ساتومي بتقول انها ما تقدرش لانها محبوسه. عند نيسن ومارشال اللي بيقرروا يعملوا التاج تيم، هيبدلوا الراديانت ويروشوه. لكن وهما بيعملوا كده مره واحده الراديانت بيقف عندهم هما الاثنين وبيرجعوا عاديين ويطلعوا يجروا، والروبوت بيجري وراهم. لكن قبل ما يضربهم بتظهر ساتومي اللي بتضربه في رجله بقوه كبيره تخليه يقع في الارض، وبعدها الراديان بلاك بيظهر تاني. مارشال بياخده المره دي، وساتومي بتحط ايدها على مارشال علشان تمتص منه قوه وتتحول للتحول الثاني اللي هو الدرع العملاق. ومارشال بيعمل نفس الحركه علشان يتحول للنسخه الاقوى اللي هي ليها عباءه طائره، ويبداوا يهاجموا بكل قوتهم. لما ساتومي بتبدا تكسر في الروبوت، ومارشال بقوته بيخلع اجزاء من جسم الروبوت ويرميها في بوابات بتفتحها ايفا علشان ترميها بعيد، لحد ما الروبوت بيسقط ويكونوا انتصروا عليه. نيسن بيقول انهم لازم يخفوا الروبوت، لان لو حد من شيفت ولا رايلي وقع فيه هيعمل منه اسلحه تكفي الكوكب كله. وساتومي بتقول ايفا ترجعها السجن زي ما اتفقوا. ايفا بتقول لها يا محظوظه. نيسن ومارشال بياخدوا الروبوت ويحطوه في الجراج بتاعهم، ونيسن بيقول هم جايين بس انت عارف خليهم ييجوا، احنا هزمنا واحد وهنهزم اي عدد يجي منهم. بعد كده نيسن بيفكر انهم لازم يتكلموا مع حد في الحكومه يساعدهم بخصوص الروبوت، وبيقدروا يوفروا لقاء مع كارين رئيس الاستخبارات اللي بيقول انهم عايزين يقبضوا على شيفت باي طريقه. مارشال بعدها بيفكر انهم حتى لو عايزين يساعدوا ازاي هيلاقوا راجل الاستخبارات الامريكيه مش عارفه تمسكه، لما فجاه بيدخل عليهم راندل اللي هو راديانت يالو، وبيديلهم ورقه فيها مكان ووقت، وبيقول لهم هتلاقوا شيفت هناك، مهم جدا انكم تمسكوه لانكم لو ما قبضتوش عليه مش هيكون في اي طريقه لتجنب الحرب. وبيقول لهم ان اي معلومات اكتر من كده هيقولها لهم ممكن تبوظ كل حاجه. الاحتمالات متقلبه ومش ثابته وفي متغيرات كتير جدا، بس في الوقت الحالي هم لازم يوقفوا شيفت والاسلحه الفضائيه اللي هو بيوزعها دي. مارشال بيقول له المره الجايه ابقى اتصل، بس مش لازم تاخدنا كده. واندل مسك حاجه وبدا يشتغل في باقي اجزاء الروبوت وقال انا ما جيتش بس علشان اتكلم، وهو بيبدا يشتغل في باقي اجزاء الروبوت المتدمر. مارشال بيلبس الراديانت ويطير وهو شايل نيسن معاه، وهما في السماء مره واحده الراديانت بيعطل وهما الاثنين بيقعوا، لكن قبل ما يلمسوا الارض الراديانت بيشتغل مع نيسن وبيلحقهم في اخر لحظه، وبعدين بيقرر انهم يطيروا عالي اكتر علشان لو حصلت مره تانية يلحقوا نفسهم. بيوصلوا الكافيه ونيسن بيدخل ويلاقي شيفت بيقول له انهم جايين يقبضوا عليه، لكن هو عايز يعرف شيفت ليه بيعمل كده. شيفت رد انه مش بس استخدم اسلحه الفضائي 001 وبيصنع منها ويبيع، هو قدر يحلل معلومات من السفينه وشاف صوره وهو بيوري له صوره الجيش من الروبوتات واقف وسطهم واحد عليه علامه الراديانت برضه زي الراديان بلاك وريد وكده، لكن بتخرج منه طاقه وشكله قوي جدا وكانه هو القائد بتاع الجيش ده. وشيفت بيقول انهم ما يعرفوش مين ده، هو جاي والجيش ده جاي معاه، واللي بيعمله شيفت دلوقتي هو انه بيوزع الاسلحه دي علشان الكوكب يكون عنده فرصه يدافع عن نفسه لما الحرب دي تحصل. راديانت قال له وفي نفس الوقت ده تبقى غني غنى فاحش في العمليه، انت بتحاول تحمي الكوكب من حرب احنا بنحاول انها ما تحصلش، وكل اللي بتعمله بيقربنا من الحرب اكتر. تبا انت لازم تيجي معايا. شفت ضرب السكينه على الترابيزه قدام نيس، انا ممكن اقتلك دلوقتي وراديانت مع صاحبك بره. لما مارشال بيستخدم قوته من بره علشان يمسك شيفت ويرميه بره الكافيه، وهو بيطير شيفت بيفعل البدله بتاعته علشان يتحول هو كمان. اخر مره كنا 2 ضد 1 انت اللي خسرت. شيفت قال له انت ما تقدرش تبقى في مكانين في نفس الوقت، كل اللي بشوفه هو الطعم. وهو بيهاجم نيسن اللي مش معاه الراديانت. مارشال بيراجع الراديانت لنيسن بسرعه علشان شيفت بيختفي بسرعه جدا ويهاجم مارشال، ويفضلوا يبدلوا مع بعض كده لحد ما نيسن بيقدر انه يمسك في شيفت اللي بيحاول ينتقل، لكن كل ما ينتقل نيسن ينتقل معاه، ونيسن بيقدر يسعقه يخليه يقع على الارض. نيسن بيدي الراديانت لمارشال اللي بيركل شيفت يخليه يغمى عليه، وبعدها بيكسر الجهاز اللي بيتحكم فيه بالبدله بتاعته وبيخليه يتحول ويقدر ينتقل لحظيا بين الاماكن. كارين بيوصل مع الرجاله بتاعته اخيرا علشان يمسكوا شيفت، لكن كارين بيكون متضايق انه مش لاقي التليفون بتاع شيفت، لكن مش مهم هو هيخلي الرجاله بتاعته تدور على التليفون. نيسن ومارشال بيرجعوا للجراج عند واندل، وبنكتشف ان نيسن هو اللي سرق التليفون بتاع شيفت زي ما واندل طلب منه. اول ما بيمسكه بيشوف احتمالات وبيقول 1248، وبعدين بيرجع التليفون لنيسن. نيسن بيقول انت كنت بتدور على ايه في الروبوت؟ واندل بيكون تقريبا صلح جزء من الروبوت وبيقول له انا كنت بدور على اجابات، والروبوت بينور ويبدا يشتغل. نيسن بيجيله عرض شغل في لوس انجلوس وبيسافر يشوف الموضوع ده، ومارشال بيفضل مع واندل وهو بيحاول يشتغل في الروبوت علشان يحاول يفهم ايه اللي بيحصل، وبيتواصلوا مع بعض عن طريق التليفون. نيسن بيقابل اصحابه القدام وبيقضي اليوم، وبعدها بيستخدم الراديانت علشان يروح لعنوان شافه وهو بيقلب في التليفون بتاع شيفت. هو بيعتقد ان ده من الاماكن اللي بيخزن فيها السلاح ويبيعه للناس. لما بيروح هناك الراجل بيحاول يتظاهر انه ما يعرفش حاجه، ولما نيسن بيتكلم اكتر الراجل بيطلع سلاح ويضرب بيه نيسن يطيره بره المبنى خالص. نيسن بيمسك نفسه وبقوته بيتحكم في الراجل يحاول يعرف منه فين الاسلحه، لكن الراجل بيقول انهم باعوا كل الاسلحه. الناس كانوا عايزين الاسلحه دي بجنون، خصوصا الاسلحه اللي بتتمسك بالايد. بعدها نيسن بيروح يقابل برايد اللي عايز يشتغل مع نيسن، واللي بيطلع عايز نيسن يكتب بس باسم برايد. من الاخر هو عايز يشتري شغل نيسن مقابل الفلوس وينسبه لنفسه. وبعد تفكير شويه وبرغم اغراء الفلوس نيسن بيرفض وبيرجع تاني.
واندل بيقدر انه يشغل جزء من الروبوت، والروبوت بيتكلم لغه فضائيه محدش بيكون فاهمها غير واندل، اللي بيقول للروبوت انت دلوقتي مفصول عن الشبكه. الروبوت مش هيقدر يرسل اي اشارات للجيش بتاعه، مفيش حد هيجي يساعدك. لكن بعدها الروبوت بيقول له كلمه وعين واندل بتلمع باللون الاصفر وبالدهشه. راديانت بلاك بيتكلم مع الثلاثه بتوع اليوتيوب اللي بيديروا الميرش اللي بيعملوه، التيشيرتات اللي بيبيعها باسمه، وهما بيتخانقوا انهم عايزين نسبه اكبر من المكسب لانهم عارفين مين هو راديانت بلاك. الموضوع واضح، ده انت يا مارشال. راديانت قال لهم مين مارشال ده، وهما بيشوفوا مارشال داخل المطعم اللي وراه وبيقرروا يسكتوا ويكملوا شغل عادي جدا. مارشال ونيسن بيرجعوا للجراج علشان يشوفوا واندل، ونيسن بيتكلم عن انهم ماشيين ورا واندل، وهو بيقول ان الاحتمالات بقت افضل في انهم ممكن يتجنبوا الحرب اصلا. ولما بيفتحوا بيتفاجئوا من المنظر، واندل قدام الروبوت وطالع منه كان فيه 100 نسخ. نيسن بيتحول بسرعه علشان يسحب واندل وينقذه، وواندل بيقع على الارض وهو بيقول انا كنت غلطان. وفي نفس الوقت ده في مكان تاني في الكوكب بتظهر مركبات من السماء اللي بتتحول بعد كده الروبوتات زي الروبوت اللي هاجمهم في اول الفيديو. عند واندل اللي بيشيلوه عشان يدخلوا البيت، وهو بيقول انه كان غلطان. الروبوت ده كان استقصائي، قبل ما تدمر مصدر الطاقه بتاعته هو ارسل اشاره للجيش بتاعه بالفعل. ده بيغير كل اللي انا عارفه، هم جايين خلاص. نيسن سال قدامهم قد ايه؟ واندل ممكن اسابيع، ممكن شهور، معرفش، لما البيت بيتكسر عليهم ويظهر الروبوت اللي بيهاجمهم. واندل ونيسن بيتحولوا بسرعه، ونيسن بيحرك جزء من الحيطه علشان يحميهم كلهم من الطلقات اللي بيطلقها الروبوت، ونيسن بيشعر ان الطاقه مش كفايه. مارشال بيصرخ فيه اديني الراديانت اللعين. واندل بيقول له اديهوله، واول ما بياخده مارشال عينه بتنور وبتخرج منه طاقه غريبه تفجر البيت وترمي راندل ونيسن والروبوتات كلهم. نيسن بيقول هو فين مارشال؟ ايه اللي حصل؟ لما من وسط الدخان بيشوفوا علامه الراديانت بتخرج لكن لونها اسود غامق، وبعدها بيظهر مارشال بشكل مختلف وفي طاقه بتخرج منه لونها اسود وشكلها مرعب وجامد جدا في نفس الوقت، وهو ماسك الكلب بتاعه بعد ما انقذه. الروبوت بيحاول يطلق عليهم لكن مارشال بيطير يكسر ايد الروبوت اللي عامله مدفع ويضربها في الروبوت التاني يدمره. نيسن بيجري مع الكلب، وواندل بيحاول يطلق طاقه يبعد عنهم الروبوت. لما بيطير عليه مارشال يخترق صدره وبعدين يطير يخلع راسه من جسمه ويطير يبعد عنهم علشان يوقف باقي الروبوتات. نيسن مش فاهم ايه ده، واندل قال له ان ده تطور من القوه. وفي روبوت بيحاول يهاجم ضباط الشرطه اللي بيطلقوا عليه النار لكن اسلحته مش بتاثر فيه باي شكل. لما فجاه بيشوفوا العربيات بتاعتهم بتطير، ومارشال بيجي زي المجنون وهو رافع تقريبا 20 عربيه في السماء وبيرميها على الروبوتات يكسرهم كلهم لحد ما بيتعب ويقع. لما بيكون في روبوت باقي لسه فيه طاقه وبيعدل السلاح بتاعه على مارشال وهو واقع على الارض، لكن فجاه في اتوبيس بيخبط راس الروبوت يفجره وينقذ مارشال، ويظهر ان ده كان نيسن وواندل. نيسن قال له انت عملت ايه؟ مارشال رد البيت بتاعي والكلب، انا انقذتنا. نيسن قال دي بدايه الحرب مش كده؟ ايه العدد اللي جاي بعد كده؟ واندل رد دول كانوا استقصائيين زي اللي قابلتوه قبل كده، بس دول اقرب مجموعه لينا، لسه الجيش جاي في الطريق وهيبقوا اكتر من دول بكتير. نيسن بيروح يطمن على مارشال وبيقول انه اسف، الطاقه السوداء سيطرت عليه، هو حاسس انه كسر الراديانت، وهو بيظهر الراديانت اللي بيعمل جليتشات بشكل غريب. لو دول بس البدايه، امال هنعمل ايه مع الجيش الكامل واحنا مش قادرين نستخدم الراديانت اصلا؟ واندل قال ان في حد ممكن يساعدهم يصلحوه. واندل بياخدهم لمكان غريب واللي بيكون محتفظ بيه في السفينه الاصليه بتاعه 001. لما بيدخل بنشوف زي شاشه بيتكلم منها 001 اللي لسه محبوس جوه الوجود. نيسن ومارشال بيشرحوا له الوضع، الحرب قربت والراديانت بتاعنا بايظ والروبوت بطل يكلمنا من فتره. 001 قال الموقف فعلا معقد لكن انت مش غلط، العالم بتاعك تم اختياره، هو جاي لي، انتوا والعالم بتاعكم محتاجين مساعده، وانا كمان. عشان نصلح الراديانت لازم ترجعوا هنا، تمشوا في طريق الحقيقه. الاحتمالات مره تانية قليله بس مش مستحيله، هل هتقبلوا المخاطره؟ وهما الاتنين بيقولوا ايوه، اهلا بيكم في الوجود. مارشال ونيسن بيختفوا زي المره اللي فاتت وبيفضلوا يقعوا وكل ما يلمسوا الارض تتكسر، لكن قبل اخر حاجه بيقدر مارشال يتحول ويمسك نيسن وينزلوا هما الاثنين. مارشال مش اول مره يخوض الطريق ده، بس المره دي كل حاجه شكلها مختلف وكان الوجود نفسه متكسر. 001 بيختفي بيهم علشان يوري لهم ان الوضع اسوأ مما تخيلوا، وهم بيشوفوا روبوتات كتير ميته. ايه اللي حصل؟ هل الروبوتات دي قتلت الروبوت بتاعنا؟ 001 قال ان الروبوت بتاعهم كان هو المسؤول عن الطرق الجديد، هو قتل الافاتار وسرق الراديانت اللي نزلت على الارض عندكم وهو ميت بسبب كده. دلوقتي العالم بتاعكم على وشك النهايه، انتوا كسرتوا الراديانت، انا حاولت اصلح اللي اقدر عليه بس الوجود نفسه متكسر، والطريقه الوحيده هي بانكم تنقذوا الكولاسوس العملاق، والطريقه الوحيده لايقاظه هي بان الوجود يديلكم قطعه من نفسه، وهو بيديلهم اسلحه لان قوتهم مش هيقدروا يعتمدوا عليها في الرحله المره دي. بسبب ارتباطكم بالراديانت الوجود هيسمح لكم تعدوا، بس هو مش هيديكم اللي انتوا عايزينه بسهوله. انا 001 محكوم عليا بالموت من كاتاليست، دلوقتي باخدم الطرق الجديده، ودلوقتي انتوا كمان حياه المليارات بتعتمد عليك. والاتنين بيحطوا ايديهم في الثقب وينتقلوا، بيمشوا في الدوامه اللي بتلف زي الحلزونه دي، وبعدها بيوصلوا للمكان المظلم، والكلام المتقطع بيحاول يتكلم معاهم لكنه مش مجمع. لما بيسمعوا صوت ازيك يا نيسن وازيك يا مارشال، ويظهر شكل الراديانت اللي مولع نار، اهلا بيكم في الوجود، مبسوط اني شفتكم مره تانية. مارشال يبقى انت عارف احنا جايين ليه، ايه رايك نخلص بسرعه وتقول لنا ايه اللي المفروض نعمله علشان ننقذ الروبوت؟ انت عايزني اقول لك قد ايه انا بكره نفسي زي المره اللي فاتت؟ ارتحت كده؟ قوتنا بايظه والعالم في خطر وعايزين مساعده، كاحترام ليك انا هنزل السلاح ومش ههاجمك المره دي. الراديانت المولع ما قالش حاجه
بس اتحول لزي وحش عملاق ونط مسك نيسن ونط بيه في الميه. مارشال استخدم الراديانت ونط وراه، لكن نيسن شاف قدامه زي ثقب اسود اللي اول ما لمسه اختفى ومارشال ما لحقوش. بعدها مارشال لقى ان الراديانت بيعمل جليتش وبيضطر انه يطلع لسطح الميه قبل ما يغرق، وبيلاقي الراديانت المولع اللي بياخد شكل نيسن دلوقتي. انا هساعدك يا مارشال، انا هوري لك الطريق للحقيقه، هدي لك فرصه، بس خليك عارف ان الطريق صعب ومتعب ومفيش غير الحقيقه في الوجود. وهو بيشوف طريق في نهايته الثقب اسود، بس في الطريق عدد مهول من الوحوش اللي عايزه تهاجمه. نيسن بقى بينتقل لمكان تاني وهو بيشوف الكلام المتقطع اللي بيحاول يكلمه، لكنه مش فاهم حاجه. نيسن بيقول انا مش فاهم انت مهتم ليه بالحقيقه قوي كده؟ هل انت بتتغذى على الحقيقه اللي احنا بنقولها؟ لما بيظهر الراديانت المولع لكنه بياخد شكل مارش وبيقول يا نيسن انا مش عايزك مرتبك، انا عايزك تعترف انك فشلت كبطل وفشلت كصديق، كل اللي بتعمله هو الفشل، بس انا هدي لك فرصه. الطريق دي الجاذبيه فيها بتعمل بطريقه مختلفه، مش هتقدر تطير. هل هتقدر تنجح وتوصل للثقب اللي هناك ده ولا انواري هتستهلكك؟ عند مارشال اللي بيجري بسرعه والوحوش بتجري وراه، واول ما بيوصلوا ليه بيحاول يهاجمهم، ونيسن المولع بيقول له انت فاكر انك مسيطر على الوضع هنا؟ انت مش هتمشي غير لما اسمح لك. والوحوش بتكتر عليه. بعدها المولع بياخد شكل امه، حتى وانت طفل كنت مش بتقدر تتحكم في اعصابك زي ابوك بالظبط. لما مارشال بيستخدم قوه الراديانت علشان يقدر يرمي كل الوحوش اللي عليه بعيد ويبعد عدد كبير من الوحوش عنه، لكن القوه بتجلتش وبتروح منه. نيسن بيستخدم قوته ويطير في نفس الوقت اللي مارشال بيحارب الوحوش، وصوت مارشال بيقول له انت اخدت القوه دي وانت غاضب، وانت بتستخدم القوه دي وانت غاضب، هتستنى لحد ما كام شخص يتاذي علشان تتعلم. ونيسن بيكون قرب يوصل ومارشال مش قادر خلاص يواجه العدد الكتير ده جدا. كل اللي بتعمله هو انك بتسبب الالم للي حواليك، ومارشال بيقاتل عشان يوصل لكنهم اكتر منه بكتير. ونيسن بيتوه في الجاذبيه المختلفه، وفجاه الطاقه بتاعته بتجلتش وبيقع، لكن في اللحظه دي مارشال بيمسكه ويطير بيه. احنا هنوصل، ويطير بيه خلال الجاذبيه المختلفه وبيوصل. وهم في اخر لحظه الطاقه بتجلتش وبيقع، لكنهم بيقدروا يلمسوا البوابه وينتقلوا للمستوى اللي بعده اللي الالوان بتكون فيه مختلفه، لكن فجاه كل الالوان بتتسحب وبيتكلموا مع الصوت. انت ليه ما قلتلوش؟ مارشال قال انت بتكلمني انا، لكن نيسن سكت. الصوت مفيش غير الحقيقه في الوجود. نيسن انا كنت عايز اقول لك انا عايز ارجع لوس انجلوس، الوضع اتغير دلوقتي، انا مش نفس الشخص. مارشال انا عارف ده من ساعه ما رجعت وانت عايز ترجع، بس احنا ممكن نحل الموضوع ده. الصوت مفيش غير الحقيقه في الوجود. نيسن مش ده بس، انا خايف من اللي انت تقدر تعمله بالراديانت. الصوت ليه؟ نيسن سكت. الصوت مفيش غير الحقيقه في الوجود. نيسن انا عايز ارجع لوس انجلوس واخد الراديانت معايا لان انا خايف انك هتاذي الناس. مارشال سكت وبعدها قال انا مش عايز اذي حد، انا بس عايز اساعد اصدقائي وعايز اعمل حاجه ليها لازمه، انا عايز ابقى افضل، بس ليه محدش واثق فيا؟ نيسن انا مش عايز ده يا مارشال، بس دي الحقيقه. لما الثقب بيظهر قدامهم هما الاثنين بيرجعوا ل 001. نيسن بياخد الجزء اللي هما اخدوه وبيضعوه في قلب الروبوت العملاق علشان يصحى من جديد ويقول ازيك يا نيسن، ده جيد انك لسه عايش. نيسن بيحكي للروبوت كل حاجه، الراديانت بايظ وفي حرب بيقودها واحد زي ما يكون نسخه سودا مجنونه مننا، احنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل. الروبوت رد انتوا موجودين وسط معركه بين الطرق الجديده والقديمه، العالم بتاعكم دلوقتي هيواجه تحدي كارثي، الراديانت هيقتلكم وهيقتل كل الجنس بتاعكم، لكن في فرصه، هل هتعملوا كل المطلوب علشان تنقذوا العالم بتاعكم؟ الاثنين ردوا اكيد. الروبوت رد قوتك مش ممكن تتصلح لان القوه مش مكسوره، الراديانت معمول علشان يرتبط مع شخص واحد بس طول مده حياته، هيبقى جزء من الوجود، واحد منكم بس هيكمل كراديانت بلاك وانتوا لازم تختاروا. وبس كده، اتمنى تكونوا استمتعتوا، ما تنساش تعمل لايك علشان اللايك بيساعد جدا. كان معكم احمد وكده كفايه.